من الأقمار الصناعية. لكن التقرير المحدث يوضح بأنهم ومن السياج ومن المقارنة ومن التقرير واعتمادا على هذا التقرير نحن أمام خرق ليس بالعادي أبدا. كذلك يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة، أن التقرير تحدث بأن هذه الأمور بدأت تتطور في الأيام القليلة الماضية، وأيضا يجب أن ننتبه بأنهم ينشئون قلاعا عسكرية بحسب التقرير وما ذكره، وهذا يوضح بأن هذه القلعة من الواضح جدا أنها لن يتم إنشاؤها بيوم أو بيومين، هي تحتاج لعدة أيام. وهذا يعني بأن هذه التفاصيل وهذه التطورات كلها جاءت قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شيع السوداني إلى إيران، والاتفاق مع إيران على مسألة الأطراف الكردية الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان لمنع أي تقدم إيراني بري. والمشكلة أن ذا عرب ويكلي اللندنية تحدثت يوم أمس عن طبيعة الاتفاق، وأكدت أن الاتفاق هو نشر حرس حدود من القوات الاتحادية وقوات البيشمركة، وأيضا أن الحكومة إقليم كردستان يجب أن لا تدعم الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان، إغلاق المقار. هي التفاصيل التي سمعناها كثيرا في اليومين والثلاثة أيام الماضية حتى قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران. وهنا المشكلة التي تطرح، هل هذه التطورات التي نتحدث عنها الآن ودخول القوات الإيرانية بهذا الشكل إلى هذه الحدود هي من ضمن الاتفاق الذي جرى مع العراق؟ هل هي تعني بأنه تمت الموافقة على هذا التفصيل مع نشر القوات العراقية مع قوات كذلك البيشمركة في هذه النقاط، وكما هو الحال مثلا على سبيل المثال مع تركيا؟ وأيضا السؤال، ما هو الاتفاق مع تركيا؟ بما أننا سمعنا كثيرا بأن سيكون هنالك أيضا نشرا أن القرار أيضا يشمل الأتراك، وبالتالي هذا يعني أيضا أن القوات العراقية أو حرس الحدود سيكونوا موجودين مع الأتراك. إذن هل أن الإيرانيين طلبوا أن تكون الأمور كما هو الحال مع الأتراك وأن تكون لديهم منطقة آمنة مع وجود قلاع وغيرها من هذه التفاصيل التي تحدثنا عنها؟ هو أمر بالفعل بعد هذا التقرير يجب أن يكون فيه تحقيق، ويجب النظر إليه بشكل واضح، لأن الاتفاق الذي سمعنا عنه سرب عنه الكثير، ما ظهر من تصريحات من رئيس الوزراء العراقي لا تتطابق مع ما ظهر. فالإيرانيون دخلوا على مسافة